السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم راح نسوي وياكم معلبات الفاصوليا اليابسة بطريقة كلش مضبوطة ونفس الجاهز اللي نشتريها، بس اهم شي بالبيت وعلى نظافة ايدينا. هسه نبدأ وياكم ونقول بسم الله. نجيب كمية من الفاصوليا ونخليها بجدر ونضيف فوقها مي لحد ما يتغطى بالكامل واكثر هم. نخليها على النار لحد ما تبدأ تغلي. لما تبدأ تغلي نطفي النار عليها ونخليها تتنقع بحرارة المي تقريبا فد ربع ساعة وتتنقع أو أقل. مثل ما تلاحظون شوي شوي راح تبدي الفاصوليا تنزل وتتنقع وتنفش الفاصوليا. لما توصل لهاي المرحلة راح نصفي المي مالتها ونغسل الفاصوليا ونرجعها بالجدر مرة ثانية ونضيف فوقها مي حار ونخليها على نار هادية لحد ما تستوي. تقريبا تاخذ منا وقت أقل من نصف ساعة لأن على نار هادية كلش. لازم المي تكون أكثر من الفاصوليا. نخليها على النار بدون ما نفتحها لحد ما تستوي. بعد ما تستوي تصير نص استو وشوية بعد، يعني ما نريدها قوية ولا مستوية حيل زايد، لأن لما نخليها بالشيشة ونضغط عليها راح تستوي بالشيشة همينة بحرارة المي. هسه عقمنا الشيش غسلناها كل زين. نجيب الفاصوليا مثل ما تلاحظون يعني بعد بيها قوة، ما نريدها تستوي حيل زايد لما نطبخها تنمرد. راح نخليها بالشيش بهاي الطريقة. طبعا هاي الطريقة أفضل من التجميد، لأن لما تتجمد الفاصوليا تصير طعمها ما طيبة، بس لما نحتفظ بيها بالشيشة تكون طعمها أطيب. راح نسد القبغ كل زين، وأهم شي تصير القبغ مالتها جديدة حتى تضغط كل زين ما تدخل بيها هواء. أنا سويت بالشيش الصغار مال طبخة واحدة، انتو إذا عائلة كبيرة تسووها بالشيش الكبار. نغطيها بالمي مالتها حتى تحافظ عليها كل زين. هاي الوصفة تفيد للموظفات اللي عندهم دوام يحيرون لما يرجعون من الدوام شي يسوون. هاي الوصفة كل زين، وخاصة إذا تجيكم خطار مفاجئ تطبخوها ب10 دقايق تكون وياكم جاهزة. راح نترس الشيشة بهاي الطريقة ونسد القبغ مالتها كل زين. مثل ما قلنا لازم القبغ مالتها تصير جديدة أو مستعملة مال مرة واحدة حتى ما تطلع المي منها وتخرب ويانا الفاصوليا. راح نخليها فوق خاولي بالعكس يوم كامل 24 ساعة تبقى بهذه الطريقة. وراها نقلبها للجهة الثانية نخليها بالثلاجة بالصيف، وإذا شتاء تخلوها بمكان بارد برا تتحمل أكثر من 3 أشهر ما يصير بيها أي شي. هسه نجي نطبخ وحدة وأشوفكم طريقة الطبخ مالتها. مثل ما تلاحظون المي مالتها شلون صارت ثخينة مثل اللي نشتريها بالضبط. راح نفتحها بالسكينة نطلع الهواء اللي بداخلها ونصفي الفاصوليا ونغسلها كل زين. وبجهة ثانية راح نخلي زيت بالجدر. نضيف بصل صغيرة مثرومة ناعم حيل. طبعا هاي الطريقة حسب طريقة الطبخ مالتكم، لأن كل إنسان له طريقة الطبخ مالتها. لما تبدي تتغير لون البصل نضيف له فص من الثوم على مود تسحب الغازات من الفاصوليا. ونضيف ملعقتين أكل من المعجون أو حسب كمية الفاصوليا اللي راح تسووها، لأن الفاصوليا ما تحب المعجون الطماطة الزايدة تتغير طعمها. نقلبهم سوا ونرش رشة خفيفة من الملح حتى تسحب ريحة المعجون. ونرش رشة خفيفة من رقائق الفلفل الأحمر الحار. ونضيف اللحم بيها. أني اللحم همينة أسويها طبخات وخليها بالمجمدة جاهز. لما أريد أسوي طبخة سريعة اللحم هم جاهزة عندي. هاي طريقة كلش حلوة، تطبخون اللحم وتخلوها بحافظات مال طبخة واحدة وتخلوها بالمجمدة. وقت الحاجة أو تريدون تسوون طبخة سريعة تطلعون اللحم همينة. لما تبدي تغلي نضيف ظرف من الماجي وننزل الفاصوليا بيها ورا ما غسلناها وصفيناها من المي مالتها. نخليها على نار هادية حيل تقريبا في 10 دقايق تستوي وتكون ويانا جاهزة. لحد ما نطبخ التمن الفاصوليا تصير ويانا جاهزة. لما تبدي تلتم الزيت بهاي الطريقة بالأطراف ما جدر يعني المرقة مالتنا صارت جاهزة وتخبل ومستوية وما ممرودة مثل ما تلاحظون.
وهذا شكلها النهائي بعد ما قدمناها. وصفة تجنن، أوصيكم تجربوها، وخاصة اللي عندها دوام كلش تفيدها هيجي وصفات. وأحسن مما تشتروها وتسووها بالبيت على نظافة إيديكم وبدون مواد حافظة. وهاي وصفتنا لليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم يا ربي، واللي تعجبها الفيديو تسوي لايك ومتابعة حتى تجيها كل ما هو جديد. وأقول لكم ألف عافية.